بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أعمل الفيديو ده عشان نتكلم في العمل الحر من البيت. أولا الفكرة باختصار هو عمل قناة زراعية متخصصة بكل مجالات الزراعة. المجال الزراعي بكل تخصصاته، من أول الشغل الأكاديمي لحد الشغل العملي والشغل في السوق، وتعاملها مع القنوات مع المجالات الأخرى، وتفاعلها مع المجالات الأخرى. طيب هنعمل إيه والمطلوب؟ المطلوب إن إحنا هنختار من جميع التخصصات عدد معين من المهندسين إن هم يتكلموا معانا على يعملوا فيديوهات معانا على نفس الهدف المعمول عليه القناة. طيب هبدأ ازاي وهعمل ايه والمطلوب مني؟ المطلوب منك انك هتعمل بحث في مجال معين او في جزء معين من مجال. زي مثلا لو هنتكلم عن الخضر، فانت هتتكلم مثلا عن الطماطم، هتحاول تعمل لي حلقة عن الطماطم، عن اي انواع الخضر، معظم انواع الخضر، او اي مجال اخر سواء الالبان او الصناعات او امراض نبات او الحشرات او البكتيريا او العناصر الصغرى والكبرى او الوراثه او الكيمياء او الاراضي او اللاندسكيب. اي مجال حضرتك شايف ان انا شاطر فيه وان انا ممكن اقدم فيه معلومه، فانت هتحضر فيه. هنبدا كل مهندس عايز يشارك معانا هيبدا ان هو يجهز 10 حلقات فيهم الحلقه من اول 5 دقائق لحد 10 دقائق، لو 20 دقيقه على حسب ما هو شايف ان هي محتاجه. الحلقات دول هيكونوا مضمون شيء معين، مضمون مثلا اساسيات لحاجه او لاساسيات لجسم، او بيتكلم عن شيء معين مثلا عن العناصر الكبرى والصغرى. فهو كل حلقه يتكلم فيها عن عنصر او اتنين. دي ده الهدف او ده المطلوب من الفيديو. طيب هعمل الفيديو ازاي؟ انا مش اعلام، او انا ما عنديش الخبره ان انا اعمل كده. في 3 طرق انك تعمل فيهم الفيديو. اول حاجه ان انت تعمل زي كده، بتحضر المعلومات وتضيفها، بتبدا قدام الكاميرا، هي قدام الكاميرا، وتبدا تنشر المعلومات دي بان انت شايفها ان هي قيمها، سواء ان انت تحفظها او ان انت تحضرها وتعملها مونتاج. دي اول طريقه، ودي طبعا هتبقى محتاجه تجربه كتير جدا، وهتحتاج منك وقت. وفي بعض الناس هترفض الفكره دي تماما، فبالتالي انت ليك برضه مكان معانا بس مش في الجزء ده. انت تشتغل تحط صور وتعمل مونتاج للصور دي، تحولها فيديو وتحط عليها المعلومات وتضيف عليها الصوت. صوت الباشمهندس اللي هيعمل الفيديو يحط الصوت بتاعه، وبالتالي هيجهز لي فيديو عليه الصوت شرح الحاجة اللي هو يتكلم عنها، وموجود صور، موجود ليه حتى المراجع اللي هو رجع عليها، لو حطها في آخر الفيديو هتفيدنا جدا. الحاجة التالتة اللي أنا كمان مش هقدر أتكلم بصوت، فأنا محتاج حاجة تانية. فأنا بقول لك اعمل لي الشغل اللي أنت هتعمله على الباوربوينت، اعمل لي عرض كويس على الباوربوينت ونبدأ نشتغل. يعني نبدأ نحوله الفيديو ونبدأ نشتغل بيه. دول 3 طرق ان انت تشارك معايا فيهم. مش محتاجة كسل، محتاجة عزيمة، محتاجة إرادة. إن شاء الله يعني هتبقى مفيدة جدا ليك وللأجيال اللي هتيجي بعدينا، والأجيال اللي موجودة حاليا اللي بيدرسوا حاليا والخريجين. الفكرة ان انا ليه هتبقى قناة واحدة؟ هتبقى قناة واحدة لان احنا بنحلم انها تكون موسوعة زراعية متكاملة. فده الهدف من ان احنا لا جميعا نشارك. معظم الناس اللي هتشارك، احنا معانا دلوقتي ما يقارب من 20 او 30 واحد يعني وافقوا على الفكره، وبداوا كمان ان هم يشتغلوا على الفيديوهات، بيجهزوا ابحاث عشان يبداوا. هنبدا نشر امتى؟ هبدا انشر مع بدايه او مع اكتمال الناس اللي موجوده معانا. كل واحد هيحضر 10 فيديوهات بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها. 10 فيديوهات يتكلموا في تخصص معين او في مجال معين. طيب كده اتكلمنا على كيفية عمل الفيديو. لو انا اصلا مش حريف وي مثلا، فبالتالي دي الطرق اللي انت هتعمل بيها الفيديو. طيب اتكلمنا برضو هتبدأ امتى؟ هيبدأ من اول ما تسمع الفيديو ده.
خش جهز وابدأ وحضر الفيديو اللي انت في المجال اللي انت عايز تتكلم فيه واشتغل. ما عنديش اي اختلاف خالص ان يبقى عندي اكتر من مهندس بيتكلم في مجال واحد او بيتكلم في حاجة واحدة. اكيد اي بحث حد يعني اي بحث 2 أو 3 بيعملوا فيه بيضيفوا زيادة. فانا جميع الفيديوهات ان شاء الله يتراجع عليها مراجعة بسيطة ويتم بثها مباشرة على القناة اول ما نبدأ في موضوع بس. طيب السؤال التاني والأهم، طيب أنا استفاد إيه؟ أنا عايز شغل، أو إن أنا بفكر إن أنا أعمل شغل خاص بيا. ده هتستفاد أكتر من حاجة. أولا كمية المهندسين اللي هيكونوا مشاركين معانا مع الدعاية اللي هتبقى موجودة معانا بإذن الله هتكون دافع جدا إن يبقى في عدد مشاهدين كتير وعدد مشاركين كتير، فبالتالي هنبدأ نتعامل مع اليوتيوب في أقرب وقت ونبدأ إن إحنا ناخد ربح على الفيديوهات اللي موجودة. نسبتك كام في الفيديوهات اللي موجودة اللي انت هتقدمها هنتفق عليها كل واحد على حسب نسبة المشاهدات ولكن مش عايز اقول لك ان انت هتاخد معظم النسبة اللي هيدفعها اليوتيوب. طيب انا هعمل كده بس. طب مبدئيا ده اللي هنعمله. طيب برضه طب العائد قليل، كل اللي اقدر اقوله لك دي فكرة ماشي بيشارك معانا فيها ناس، وفي ناس ان شاء الله هتشارك تاني، وفي ناس بتشارك ولسه بنتفق مع ناس تاني، ولكن دي فكرة هو ليها هدف ان انت اولا احنا معظم الناس اللي مشاركة معانا اللي في سنة رابعة او اللي هو اتخرج سنة او 2 أو 3. فبالتالي انا بقول لك تعالى انت تتعرف على موسوعة من المهندسين الزراعيين، هتتعرف على المجال. هتتعرف على ناس كتيرة جدا. فبالتالي اول حاجة استفادها ماديا لما ان شاء الله نبدأ نشتغل فعلا ونبدأ نبث القناة وننشرها. تاني حاجة هتزيد دايرة معارفك، هيبقى ليك المعارف دي هتفيدك كتير جدا. وخدها مني من اي انسان عنده خبرة في اي مجال هيقول لك ان انت يبقى عندك معارف في المجال ده معناه ان انت توصل لكل اللي انت عايزه باذن الله تعالى. الحاجه الثانيه، الخطوه الثانيه بعد ما نعمل الفيديوهات ونشتغل عليها تحفيزيا، هقولها تحفيزيا حاليا ولكن برضه عشان تبقى عارف ان احنا شغالين عليه وان انت هتكون عضو معانا وهتكون عضو فعال باذن الله، ان احنا هنعمل لقاءات تلفزيونيه وهتتبث على القناه مع دكاترة ومعيدين بإذن الله في معظم الكليات المصرية، كليات الزراعة المصرية، ومديرين شركات وأصحاب شركات وأصحاب خبرة كبيرة. والحمد لله يعني في ناس أخذنا رأيها خبراء في المجال، في مجال الزراعي عامة، أخذنا رأيها في ناس وافقت تماما وأيدت الفكرة. بإذن الله تعالى هنبدأ دول الخطوتين اللي هنبدأ بيهم القناة بتاعتنا. اعتقد ان هي يعني كده هو الملخص للناس اللي بتسأل هنعمل ايه وهتسوي ايه وعشان ايه. فبعد كده اتمنى من الجميع اللي هيشاهد الفيديو ان يبدأ يشارك معانا، اللي يبدأ يضيف معانا ويكون اضافة قوية لينا. اتمنى الجميع يشارك. اتمنى ان الفيديو ده يكون وضح كل اللي احنا عايزينه. ايه انا هعمل ايه اللي هستفاده ان انا ابدا زي ما قلت لحضرتك. الحاجتين اللي هستفاد منهم دلوقتي ربح بسيط جدا. الحاجه الثانيه المعارف. الحاجه الثالثه والرابعه والخامسه اكيد هتوضح مع اول ما نبدا نشتغل في القناه. الحاجه الاهم من ده كله ان انت يكون عندك عزيمه واراده انك تكمل معانا وانك تترك لمن خلفك في المجال الزراعي موسوعة زراعية كاملة على قناة واحدة، سواء طلاب أو خريجين أو ناس حابة تتعرف على المجال. فشكرا جدا ليكم إنكم سمعتوا الفيديو للآخر، والسلام عليكم.